السلام عليكم يا شباب، معاكم أسماء العسال وأهلا بيكم في عالم سينتاكس إيديو، المكان اللي هنحول فيه البرمجة من حاجة معقدة لخطوات بسيطة وممتعة. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. تفتكر إيه اللي بيخلي أي شخصية في الألعاب تتحرك للمكان اللي أنت عايزه؟ السر كله في حاجتين اتنين اسمهم X و Y، والنهاردة هنتعلم إزاي نستخدم سكراتش بطريقة بسيطة جدا. إحنا دلوقتي جوه برنامج سكراتش، وزي ما اتعلمنا في الحلقة الأولى إن أي كود برمجي بيتكتب في منطقة السكريبت أريا أو منطقة كتابة الأكواد. لكن قبل ما نبدأ نكتب أي كود لازم الأول نفهم الشخصية اللي هي القط اللي قدامنا ده بيعرف مكانه على الشاشة إزاي. لو بصينا تحت هنا هنلاقي إن عندنا قيمتين، قيمة X وقيمة Y. القيمتين دول اسمهم coordinates أو الإحداثيات، من خلالهم الكمبيوتر بيحدد مكان الشخصية على الشاشة. دلوقتي يلا بينا نبدأ أول كود برمجي، وأول حاجة زي ما احنا اتعودنا هنروح عند قسم الايفنتس وهنسحب أول كود برمجي، ودون اللي هو وين جرين فلاج كليك. ده الأمر ده اسمه التريجر أو الحدث اللي بيحدد للكمبيوتر امتى يبدأ بتنفيذ الأوامر اللي هنكتبها بعد كده، من أول سطر لآخر سطر. بعد كده هنروح على القسم المسؤول عن الحركة وهو الموشن، وهنختار منها go to x y. يلا خلينا نجرب نغير قيمة الإكس مثلا ب100 وقيمة الواي مثلا ب50، وقلنا علشان نخلي الأمر ده يتنفذ هنضغط على إيه؟ على العلم الأخضر. يلا كده نجرب ونشوف. شوفوا، لاحظوا إن الشخصية راحت للمكان اللي احنا حددناه. طب تعالوا نجرب كده ونغير قيمة الإكس لسالب مثلا لسالب 100 ونشوف إيه اللي هيحصل معانا. لاحظنا إن القط رجع للشمال عشان هنا قلنا إن الإكس هي المسؤولة عن إيه؟ عن الحركة. تعالوا بقى نغير قيمة الواي برضو ونعملها سالب 100 ونشوف كده إيه اللي هيحصل للكائن. لاحظنا إن الشخصية نزلت لتحت كده زي ما انتوا شايفين. يلا نرجع الكائن زي ما كان تاني، نعمله بزيرو ونضغط كده رجعنا الكائن زي ما كان. يبقى النهاردة اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا المسؤولة عن الحركة يمين وشمال الإكس، وإن الواي مسؤولة عن الحركة من فوق لتحت، وإن القيم الموجبة بتحرك الاتجاه ناحية اليمين. أما لو أنا عايزة أرجع الكائن فبستخدم القيمة السالبة. دلوقتي يا شباب بقينا نعرف نحدد مكان أي شخصية على الشاشة باستخدام طبعا الإكس والواي. في الحلقة الجاية هنتعلم إزاي نخلي الشخصية دي تتحرك بطريقة احترافية باستخدام طبعا أوامر الحركة الموشن. لحد هنا وتخلص حلقتنا، بس معلوماتنا لسه ما خلصتش، فلو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لي لايك جميل كده زيكم. شاركوني بأسئلتكم في الكومنتس برد عليها بنفسي. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية. باي باي.